عارفين ايه الأسوأ من ان الانسان يكذب؟ انه يكذب ويبجح في الكذبه. يعني يبقى بيكذب على نفسه في حاجه او بيكذب في حاجه، وبعدين تيجي تواجهه بالكذبه دي يقول لك لا دي حقيقه. انتوا بقى بتعملوا كده مع نفسكم لما بتصدقوا حاجه في نفسكم، ولما تواجهوا نفسكم بالحاجه اللي بتثبت الحاجه دي مش موجوده. انا فاشله. تواجهي نفسك بقى بالنجاحات اللي انت حققتيها. نو 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 نو، النجاحات دي مش كفايه، وبناء على كده انا فاشله. كذبتي الكذبه، صدقتيها وبجحتي فيها. بعدين بقى هنروح فين؟ ولما نفضل نصدق كل حاجه وحشه تتقال لنا عن نفسنا، ونصدق كل حاجه سلبيه دماغنا تقولها لنا، هنروح فين بقى بعد كده؟ هنخلص امتى؟ هل انت فاكره ان انت لما تقنعي نفسك بكل الحاجات السلبيه في الدنيا انها فيكي، انك كده بعد الشر علينا كلنا بتشجعي نفسك ولا حاجه؟ كان غيرك يعني يشطر. مش دي الطريقه يا ماما. كذب والبجاحه في صفاتك وفي طريقه كلامك مع نفسك، مش هي دي الطريقه يا ماما. انا فيا صفات مش كويسه واقعيا، هحاول اغيرها. مش حاجات انا بتخيلها بلقطها من العدم احطها فيا واقول انا كده. ما تصنفيش نفسك ممكن. وكنت فاكره من كل الفيديوهات اللي فاتت انك كنت فهماني، بس انت دلوقتي حاسه انك مش فاهمه حاجه خالص. مش عارفه اسالك انت كنت فاهماني ولا لا. يعني يا رب تبقي فهماني. سلام.